شوفوا التواضع ديال الملوك، شوفوا عباد الله ملي كتشوف ملك كيفاش استقبل اللاعبين وكيفاش استقبل الامهات ديالهم، شوفوا كيفاش كيضحك مع الامهات ومع اللاعبين، شوفوا كيفاش قبل الكتف ديال الام ديال اشرف حكيمي باش يوصل لها واحد الميساج يقول لها تبارك الله على هاد الكتاف اللي طلعوا الرجاله بالحلال، تبارك الله على هاد الكتاف اللي طلعوا لنا اشرف حكيمي اللي رفع الراس ديال 40 مليون مغربي، اللي رفع الدرابو ديال المغرب في العالم كامل. شوفوا التواضع ديال الملوك، ويجي واحد وزير طالع بالنصب وبالاحتيال وبالتزوير يتبجق على الشعب المغربي ويقول لك انا ولدي باه لاباس عليه وقريته في موريال وخلص عليه وعنده جوج الاجازات. هذا راه السي وهبي، هذا راه سميتو التهريج السياسي. راه ضحكتي فيك العالم وضحكتي فيك العباد، راه ضحكتينا حتى بكينا على وزاره العدل لان حسينا ان وزاره العدل في خطر، بكينا لان حسينا ان وزاره العدل في خبر كان لان فيها مهرج سياسي بحالك. فين غاديين بهاد البلاد بهاد المبالاه ديالكم؟ راه غاديين بهاد البلاد الى الحضيض. راه لو وقع شي احتقان في هاد البلاد راكم نتوما السبب لان فيها مهرجين سياسيين، فيها سياسيين فاشلين بحالكم. حسبنا الله ونعم الوكيل كدوز فيكم. راه خاص يدوز حتى في الفيزيك ولا في الشيمي ما عنده مشكل، ومن بعد كتجي كدوز على الامتحان حتى تقرا القانون، ولا بغيت تقرا القانون خصك تجيب 19 في المعدل. ها يلا. نعم ولدي عندي جوج الاجازات.